الفيديو اللي معانا النهارده هوضح بس بعض الامور عن مباراه النادي الاهلي ونادي الاتحاد السعودي في كاس العالم للانديه 2023. بعض الناس بتتصل بيا او بتسيب تعليقات على القناه بيقولوا لي هل في قناه على النايل سات هتنقل المباراه، وهل قناه اس اس سي سبورت الموجوده على القمر بدر 26 هتنقل المباراه. وامبارح بعض الناس بيقول لي ان قناه الاس اس سي على عرب سات نقلت مباراه الاتحاد السعودي ونادي اوكلاند سيتي. هوضح بس بعض الامور، وان شاء الله قبل المباراه بساعات هبلغ حضراتكم بجميع القنوات الناقله للمباراه سواء بشكل مجاني او بشكل مشفر على قنوات بتشتغل على جميع انواع الرسيفرات العامله بالانترنت. الاول مفيش ولا قناه موجوده على النايل سات ناقله لمباراه الاهلي والاتحاد، عشان تريح دماغك وما تدورش كتير ومحدش يضحك عليك ويسيب عنوان في الفيديو ان في قناه على النايل سات مجانيه هتنقل المباراه. مفيش ولا قناه مجانيه موجوده على النايل سات هتنقل المباراه. الامر الثاني، لو حضرتك عندك القمر بدر 26 وبتظن ان قناه الاس اس سي سبورت الموجوده على القمر بدر 26 المفتوحه، انا بتكلم ان في قنوات موجوده على قمر بدر 26 مفتوحه وهي اللي بتشتغل بتقنيه الاس دي، بعض الناس بيظن انها هتنقل المباراه. صعب جدا مستحيل ان هذه القناه تنقل المباراه. يبقى مفيش على النايل سات، وقناه الاس اس سي سبورت مش هتنقل المباراه بشكل مجاني. طيب بعض الناس بيقول لي ده امبارح في ماتش الاتحاد واوكلاند سيتي في قناه موجوده على عرب سات 30 شرق نقلت المباراه. هقول لحضراتكم بالفعل كان في قناه موجوده على قمر عرب سات، ولكن هي قناه تأفيد مش قناه موجوده على القمر، قناه تأفيد. يعني القنوات الناقله للمباراه هي قنوات تأفيد. حبيت بس اوضح بعض الامور الخاصه بقنوات النايل سات والقمر البدر 26 قنوات الاس اس سي السعوديه، عشان بس ما تقعدش تبحث كتير وتظن ان في قنوات موجوده على النايل سات. ان شاء الله استنونا قبل الماتش بساعات هبلغ حضراتكم بجميع ترددات القنوات الناقله للمباراه بشكل مجاني وبشكل مشفر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.